اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني 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 كتير جدا. اديني فترة طويلة بتأخر في تنزيل الفيديوهات، بس وحياة ربنا مش عارفة، تقدروا تقولوا كسل مني او اهمال مني او مش عارفة. المهم، انا افتقدت والله بجد تعليقاتكم حلوة قوي. بتديني طاقة ايجابية جميلة جدا، ربنا يخليكم يا رب، ما تحرمش منكم. ويا رب كل اللي بيفرحني بكلمة كده ربنا يفرحه ويسعد قلبه. بصراحة حب الناس ده حاجة، نعمة من عند ربنا وحاجة كبيرة قوي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. يلا بقى عشان انا كده برغي كتير. يلا نخش في الفيديو. بصوا، انا هنا معايا حتة سمنة نقدر نستبدلها بزيت، زبدة، اي مادة دهنية، مفيش اي مشكلة. المهم ان احنا هنعمل ايه؟ هنحط المادة بتاعتنا الدهنية، وبعد كده انا معايا حتة لحمة من الموزة متقطعة قطع صغيرة. طبعا احنا هنعمل طاجن بامية بقى، بس حاجة ايه، عجب. مش عشان انا اللي عاملاه، لا وحياة ربنا، عشان هو كان جميل فعلا. واللي يعمل الطريقة دي والله العظيم هيدعيلي، واللي مش هيعملها فايته كتير. المهم يلا تنزلوا تعملوا له لايك، ولو انت مش مشتركة في القناة تنزلي تعملي الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. طبعا انا زي ما قلت هنا معايا قطع كده اللحمة مقطعاها، هنزل بيها في قلب السمنة. هي سخنت معايا طبعا على نار عالية، انا مش عايزاها تنزل مية نهائي. طبعا انا زي ما احنا شايفين كده انا شوحت اللحمة اهي، بمجرد ما نزلتها خدت صدمة على طول. والله ده انا اللي عايزة صدمة. خدت صدمة على طول. وبعد كده بقى نزلت عليها بالورق اللورة، حبهان، فلفل اسمر حب، بيدينا نكهة قوية جدا على فكرة على المطحون. وقلبتها زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. طبعا هفضل اشوح فيها. تمام. وبعد كده بقى طبعا معايا طماطم معصورة بقى متخزنة صلصة. مفيش اي مشكلة، مفيش حاجة هتخسر يعني، حط اللي موجود. طبعا زي ما احنا شايفين كده الطماطم كانت معايا متفرزة. انا بصراحة بحب اجيبها كده وبغسلها وبحطها كده في اي حاجة في حلة على النار. وطبعا ما بحطلهاش مية لان هي بتنزل ميتها. وبعد كده بقى بسيبها لحد ما تستوي خالص، باخدها اعصرها من غير اي مية في الخلاط. طبعا بتبقى صلصة، بتبقى حاجة خرافة يعني، ما شاء الله اللهم بارك. بكيسها بحطها في التلاجة في اي وقت، بتبقى مطولة ايديا الحمد لله، بقدر ان انا ايه، اعمل كل اللي انا عاوزاه. الحاجة يا جماعة خير في البيت وحياة ربنا، اي حاجة بتبقى في البيت خير ورزق، الحمد لله رب العالمين. طبعا انا هنا معايا بصلاية بقى كده صغيرة متقطعة قطع صغيرة، نزلت بيها على الطماطم وعلى اللحمة. هقلبهم كويس مع بعض. خدوا بالكم انا محطتش ملح خالص، هي ذرة سكر بسيطة. الملح ده انا بحطه اخر حاجة في الاكل خالص خالص خالص، واصلا يكاد يكون معدوم من عندنا لان احنا مش بنحب ملح في الاكل خالص. يعني لو حد جه اكل عندنا يقولنا انتوا اكلكوا عادب، بس احنا بنحبه كده، لا ملح كتير ولا سكر كتير. المهم، طولت عليكم قولوا طولي. معايا مية مغلية في الكتل، ورحت بقى ايه نازلة بيها كده بقى على اللحمة، وسيبيها تستوي مع نفسها يا ست الكل. طبعا كل ست بيت شاطرة في مطبخها ونضيفة في مطبخها، بس كل الحكاية ان احنا بناخد افكار جديدة من بعض. انا كمان ساعات كتير مبقاش مثلا عندي خلفية عن الاكلة اللي انا هعملها او عاوزة اجدد في اكلة او انوع في اكلة، فبدخل ادور والطريقة اللي بتعجبني بعتمدها. فيا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. تعالوا هنا بقى الخطوة التانية. خلاص بقى احنا سيبنا اللحمة بقى تستوي مع نفسها كده. بصوا والله هتبقى زبدة زبدة. طبعا انا هنا معايا كده حتة من اللي هي بشراها، بشراها كده بالمبشرة. تمام. طبعا ما فيهاش، ما حطيتش اي حاجة بقى، لا زيت ولا سمنة ولا الكلام ده، هي اللي هي هتقوم بالواجب لوحدها يعني. بصراحة بتدي الاكل طعم رهيب. طبعا عايزة اقول لكم بقى ان انا هفضل اقلب فيها لحد ما هتسيح خالص. تمام. الحركة دي يا جماعة بجد تدي الأكل نكهة حلوة أوي 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 أوي. آم، في ناس ما بتحبهاش، مش مشكلة، تقدري تستبدليها بأي مادة دهنية، ممكن نقطة زيت، حتة سمنة، زي ما قلنا مفيش حاجة هتوقفنا. المهم يا جماعة أنا بقيت رغاية اليومين دول أوي.
معايا توم زي ما احنا شايفين كده، معايا حوالي 4 فصوص أو 5 فصوص متوسطين، يعني مش كبار ولا صغيرين من التوم. تمام. هنزل بيهم بقى على اللية دي، بس لما تسيح زي ما قلنا. طبعا أدا التوم اهوت، تكوني هرساه كويس جدا يعني عشان بس ميبقاش ايه باين في الأكل. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. طبعا أنا هقلبه لحد ما يحمر. آه، الحركة دي جميلة. بصوا بقى البامية والله العظيم لو عملته بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها، هتشرفك في عزومات، سواء في أكل البيت، هتشرفك قدام حماتك. بصراحة يا جماعة الطريقة دي رهيبة رهيبة رهيبة. المهم التوم بس هيحمر معايا، واروح نازلة عليه بقى بشوية كزبرة كده حلوين. تمام. واقلب بقى، واروح نازلة بالبامية عليهم. ماشي. خلاص بقى انا كنت حطيت شوية كزبرة على التوم بعد ما اداني اللون الجولد ده، لون حلو اوي. تمام. طبعا ده ليمون لما باجي اعمل البامية بسلقها عشان بخزنها. بحط فيها ليمونة في المية وهي بتغلي. بس خدوا بالكم بتبقى ايه يعني نص نص غلوة كده عشان بس تتهرش في الفريزر. المهم نزلت بالبامية زي ما احنا شايفين كده، هقلب فيها بقى. بصوا عاوزة اقول لكم انا خليت النار شمعة كده بسيطة. هسيبها بقى مع نفسها. بتاع اللحمة كانت ريحتها ما شاء الله جبارة. بأمانة ريحتها حلوة قوي. طبعا هنا كنت انا ايه، يعني طبعا انا اكيد ممنتجة الفيديو. طبعا بتسيب البامية في قلب الخلطة دي اللي هي اسمها ايه، الطشة دي. بتسيبيها فيها. تمام. لحد ما البامية تغير لونها كده وتشرب منها. وتروح بقى بعد كده ايه قلبها ايه على اللحمة. وايه طبعا انا مش ما بزودهاش بقى اي حاجة، يعني بصوا بزودها مية مثلا. طبعا ببقى غالية، بحب بزودها شوية بشوية. تمام. ده مكان الحلة. هبدأ تقريبا ان انا اخد، على فكرة الفيديو ده انا عاملاه من زمان. خلاص يا جماعة. طبعا بقى زي ما انا شايفة كده باخد بقى شوية مية مغليين عشان خاطر ازودها، بس على نار هادية جدا 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 زي ما احنا شايفين. انا ما زودتهاش مية ولا اي حاجة الحمد لله. هي خلاص استوت. وشايفين بقى الشكل ده بصراحة. ما شاء الله اللهم بارك. جميلة قوي. كانت طعمها يعني انتوا لكم ان تتخيلوا الطعم اصلا. شمين، قولوا شمين. شايفين حاجة عظمة والله. المهم بعد كده ايه طبعا بطلع بقى الورق اللورا ده. بروح جايبة الطاجن بقى اللي انا هستخدمه، ايا كان بقى المتوفر عندك يعني. ماشي. مفيش طواجن والله مش مشكلة، حلوة برضو كده. فطبعا بقى هحطها في قلب الطاجن وادخلها الفرن تاخد وش كده من فوق. وتطلعها تقدميها بألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم.